السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بيجو بيرفيومز على اليوتيوب. معاكم محمد مصطفى بيومي. هنتكلم النهاردة عن عطر من أفضل عطور دار شانيل، ومش بس كده، ده من أفضل العطور الرجالية الديزاينر على الإطلاق، وهو بلو دي شانيل. معلومة ليك إن دار شانيل هي أكتر دار عطور ديزاينر بتهتم بجودة مكوناتها، وده هيخليها في حتة بعيد خالص عن كل اللي بيحاولوا يقلدوها بنسبة تطابق عالية، ودايما هتلاقي حتة بتميزها. كمان في عطر من دار ديور بينافس بلو دي شانيل وبقوة، وهو عطر سوفاج، واللي ما اتفرجش على الحلقة بتاعته ممكن يتفرج عليها من الاي اللي فوق. عطر بلو دي شانيل وعطر سوفاج هم اكتر عطرين مشهورين، كمان هم اكتر عطرين بيلقوا قبول لدى الذوق العام. كمان العطرين دول الستات بتحبهم جدا، وإن كان عطر سوفاج هو الأكثر مبيعاً، ولكن بلو دي شانيل هو الأكثر تميزاً. شركة شانيل من الشركات المحترمة جدا واللي بتعجبني جدا في دور العطور الديزاينر. كمان هتحس إن هي عندها بلان ماشية بيها وماشية بخطة ثابتة. على سبيل المثال العطر اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، أول نسخة ليه نسخة الأودو تواليت ظهرت سنة 2010. تاني نسخة وهي نسخة الأودو برفان وظهرت سنة 2014. وتالت نسخة ليه نسخة البرفان ظهرت سنة 2018. لو أخدت بالك هتلاقي إن في فرق 4 سنين بين كل نسخة والتانية. طب تعالى بقى نتكلم عن المنافس بتاعه وهو سوفاج. سوفاج أول نسخة ليه ظهرت سنة 2016، تاني نسخة ظهرت اللي هي الأودو برفان ظهرت سنة 2018، تالت نسخة ظهرت وهي نسخة البرفان ودي ظهرت 2019. هتحس ان هنا من 2016 ل 2018 ل 2019 يعني في 3 سنين نزلت الثلاث نسخ. هي حققت مبيعات ضخمه جدا في عطر سوفاج، ولكن عجبني جدا ان شانيل ماشيه ببلان. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن بلو دي شانيل بالنسخ الثلاثه، وهما الاودو تواليت والاودو برفان والبرفان. هنبدا بنسخه الاودو تواليت ودي صدرت سنه 2010. نسخه الاودو تواليت هتلاقي فيها جريب فروت وليمون ونعناع وياسمين وجنزبيل وفلفل وردي وفتيفر وأرز وصندل وباتشولي وعنبر ومسك وبخور. النسخة دي هي أكتر نسخة فريش فيهم، وهي أكتر نسخة هتحس بأريحية وأنت بتستخدمها في نهار الصيف في وطننا العربي. طبعا احنا عارفين الحر عندنا عامل ازاي. كمان هي أكتر نسخة مايلة للكلاسيكية شوية، وده بسبب ان حقبة العطور بتاعة 2010 كان فيها لمسة كلاسيكية. كمان العطر ده هتقدر تستخدمه، او النسخة دي تحديدا هتقدر تستخدمها في اي وقت وعلى اي لبس وفي كل مكان. يعني نازل شغل شغال، نازل بالليل شغال، طالع مصيف شغال، شهر عسل برضه شغال. النسخة دي انا شايفها مناسبة لسن 25 فيما فوق. بالنسبة لأداء النسخة دي من سنة 2010 لسنة 2013 هيكون معاك جيد جدا. أما النسخ اللي بعد كده فهيكون معاك أدائها من متوسط لجيد على حسب نوع البشرة. سعر النسخة دي بيتراوح ما بين 1700 جنيه ل 2000 جنيه لل 100 مللي. تاني نسخة معانا ودي نسخة الأودو برفان أو الإي دي بي، ودي صدرت سنة 2014. النسخة دي هي نسخة الأودو تواليت، ولكن هتحس بأربع اختلافات. أول اختلاف أنت هتحس بيه هو عمق النوتات، وده هيكون نتيجة زيادة الزيت العطري عن نسخة الأودو تواليت. تاني اختلاف هتحسه وهو وجود ريحة صابونية، وده هيكون بسبب نوتة الألدهايد. ومعلومة ليك ان شركة شانيل هي اول دور عطور تستخدم نوتة الألدهايد في عطر، وده كان في عطر شانيل نمبر 5، وده اتكلمنا عنه في حلقة تاريخ العطور، واللي ما اتفرجش عليها ممكن يتفرج عليها من الاي اللي فوق. والجدير بالذكر ان نوتة الألدهايد هي عبارة عن مركب كيميائي شبه ريحة الصابون. ثالث اختلاف هتحسه وهو ان العطر اصبح اكتر ذكورية، وده هيكون بفضل زيادة نسبة الزيت العطري ده اولا، ثانيا بسبب اضافة نوتة الكزبرة، وده هيحسسك ان نسخة الاي دي بي اكثر ذكورية شوية من نسخة الاودو تواليت. رابع اختلاف انت هتحس بيه هو انك هتشم بعد الافتتاحية وانك تشم الحتة الصابونية عشان نوتة الألدهايد هتشم حتة مسكرة، وده هيكون بفضل نوتة الشمام. هم دول الاربع اختلافات اللي هتحسهم ما بين نسخة الأودو برفان ونسخة الأودو تواليت. كمان انا شايف ان نسخة الأودو تواليت صعب ان هي تستخدم في نهار الصيف عندنا في الوطن العربي، ولكن لو انت شخص بتنزل من بيتك المكيف لعربيتك المكيفة عشان تروح شغلك المكيف
فقشطة هتشتغل معاك عادي. اما لو انت شخص بيتحرك كتير تحت اشعة الشمس وقاعد في مكان مش مكيف، فهيكون صعب جدا النسخة دي انك تقدر تستمتع بيها في نهار الصيف، فرشح لك نسخة الاودو تواليت. كمان شايف ان النسخة دي مناسبة لسن ال30 فيما فوق، كمان مناسبة للناس اللي بتحب تلبس سيمي فورمال، يعني بتحب تلبس بليزر على بنطلون جينز على قميص مفتوح. اداء النسخة دي جيد جدا بالنسبة للثبات والفوحان، وخصوصا في النسخ الاولية من 2014 ل 2016. بعد كده هيكون الاداء معاك من متوسط لجيد على حسب نوع البشر. سعر النسخة دي بيتراوح ما بين 1800 جنيه ل 2200 جنيه لل 100 مللي. تالت نسخة معانا وهي نسخة البرفان، ودي صدرت سنة 2018. النسخة دي تحديدا هتلاقيها اكتر نسخة مكتومة في الافتتاحية عن نسخة الاي دي تي ونسخة الاي دي بي، وده هيكون بفضل زيادة نسبة الزيت العطري، ده 1. 2 وجود الشيح في الافتتاحية. بعد كده هتلاقيهم ضافوا نوتات خضراء ولافندر واناناس. هنا اللافندر والنوتات الخضراء مش هتلاقيها فريش شوية، هتلاقيهم يعني بصورتهم الخضراء. الاناناس مناخيرك مش هتجيبه، ممكن تجيبه من بعيد وممكن ما تجيبوش خالص، لان بعد كده بعد الافتتاحية اللي هي فيها الدي ان اي بتاع البلو دي شانيل، العطر بيختلف تماما عن النسخ السابقه اللي هي الاي دي تي والاودو برفان، وهتحس ان النسخه البرفان مميزه عنهم اكتر. كمان في النسخه البرفان هتلاقيهم ضافوا نوتة اللي هي نوتة الجيرانيوم. في الاخر خالص كمان ضافوا نوتة التونكا، والتونكا هنا مش هيخلي العطر مسكر خالص، هي بتوازن ما بين النوتات. عايز اقول لك على حاجه كده في عجاله، انا لما جيت جربت الثلاث نسخ كنت برش على ايدي واتابع البرفان كل شويه، يعني ما بسيبلوش فتره طويله وارجع اشمه، لا بشمه كل فتره قريبه جدا. في النسخه دي تحديدا نسخه البرفان لما جيت عملت كده بعد حوالي مرور دقيقتين شميت حاجه شبه ريحه المشروبات الغازيه، شبيهه بالكولا او البيبسي، ولكن مش شميتها الفتره، شميتها الوهله وحسيت باللزعه في مناخيري، حسيت بتاتش لزعه كده في مناخيري اللي هو لزعه الفوران بتاعه المياه الغازيه. وقلت انزل اسال الناس على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك، وفي ناس كتير هاجمتني وناس قال ما حصلش، في 1 أو 2 بس قالوا ان هم حسوا برضو حاجه بسيطه. عايز اقول لك على حاجه، ان المستقبلات الشميه ما بين شخص والتاني بتختلف. يعني مثلا في عطور زي عطور الاكوا، منها مثلا الور هوم سبورت، في ناس بتشم فيها ريحه زفاره وفي ناس ما بتشمش. كمان نيجي على الاكوا امارا من بلجاري، في ناس بتشم فيها ريحه زفاره وفي ناس ما بتشمش. كمان اتكلمنا قبل كده على الخط من زرجوف، في ناس في الافتتاحيه شمت ريحه الانيماليك وناس ما شمتهاش. فانا عاوز افهمك حاجه، ان كل واحد وتجربته مع البرفان. انا بنقل لك تجربتي، ولكن مفيش مره قلت لك ان ده احسن من ده، انا بنقل لك تجربتي، ودايما بقول لك جرب وقرر بنفسك واختار بنفسك بغض النظر عن تجارب الناس التانية. في حد ممكن يشم حاجة انت ما تشمهاش والعكس. كمان في حاجة اخيرة، ممكن ما تكونش هنا اختلافات ما بين المستقبلات الشمية. في ناس بتحب تفتح المواقع وتشوف العطر ده مكوناته ايه، وبتمشي على المكونات دي من خلال ايديها، يعني تشم يقول لك النوتة الغريبة اللي ما عدتش عليا قبل كده دي ممكن تكون نوتة كذا. انا هنا عاوز اقول لك ان في حاجه اسمها اكورد، ممكن ما يبقاش واحد فاهم في حته الاكورد دي ويقول لك لا العطر ده ما فيهوش ريحه عود. هو فعلا لو فتحت النوتات المعلنه مش هتلاقي فيها عود، ولكن انت شميت ريحه عود. طب جه منين؟ ممكن يكون جه نتيجه اكورد. على سبيل المثال برضو عشان ما نبعدش، عندك عطر نوار دي نوار من توم فورد. العطر ده قايم على 4 نوتات مهمين، وهما العود والورد والباتشولي والفانيليا. في عطر تاني من فان كليف اسمه مون لايت باتشولي، ناس كتير جدا بتقول ان هو بديل ممتاز وبنسبة تطابق كبيرة بينه وبين نوار دي نوار. عاوزك تفتح مون لايت باتشولي بعد ما تخلص الحلقة، بص كده مش هتلاقي فيه عود خالص، رغم ان العود ده من النوتات الاساسية الموجودة في نوار دي نوار. طب انت ازاي بتقول على عطر في نوتة كاملة واقعة، ودي نوتة اصلا نوتة اساسية مش نوتة مكملة في عطر نوار دي نوار؟ وده هيبين لك حاجة، هيبين لك ان الباتشولي والورد هما من اهم النوتات اللي بتخش في اكورد يحسسك بالعود. وده كمان هتلاقيه في عطر الوعد من فريدريك مال. فريدريك مال الوعد
لما جيت شميته حسيت بالعود جدا، رغم ان لما فتحت النوتات المعلنه عنه ما لقيتش جواها عود. ارجع بقى لنسخه بلو دي شانيل بارفان، هي النسخه الاكثر ذكوريه في الثلاث نسخ. كمان شايف ان هي تمشي اكتر مع الشخص اللي بيحب الفورمال وبيحب يلبس البدله كامله، يعني البدله بالقميص بالكرافتة بالجزمه بالساعه، بيحب الفورمال جدا. كمان شايف ان هي ما ينفعش ابدا تترش في الصيف، وما ينفعش تترش ابدا في جو فيه رطوبه. لو مش سقعان ما ترشهاش. يعني شايف ان النسخه دي هي اكتر نسخه فيهم تنفع للشتاء. كمان لو انت قاعد في التكييف والجو لطيف برضو مش هتبسطك قوي، لازم تكون قاعد في تكييف وسقعان. كل ما الجو يبقى ساقع اكتر كل ما هتمتعك اكتر واكتر. النسخه دي ادائها جيد جدا بالنسبه للثبات وجيد بالنسبه للفوحان. سعرها بيتراوح ما بين 2000 جنيه ل 2500 جنيه لل 100 مللي. نيجي بقى للسؤال المهم، لو انا قدامي الثلاث نسخ اجيب انهي نسخه؟ عارف لما ربنا يديك 3 عيال توأم، في الاول كلهم بيكونوا عيالك وكلهم بتحبهم نفس المحبه، مع الوقت هتلاقي نفسك بتميل لواحد اكتر من التانيين، وهتلاقي واحد بيقدر يبسطك ويسعدك اكتر من التانيين، وهتلاقي واحد رصين كده وهادي وفي حاله، وده غالبا بتاخده معاك المشاوير بتاعتك عشان مش هيفرج الناس عليك. وده بقى اللي انا عاوز حضرتك تكتشفه بنفسك. جرب الثلاث نسخ وشوف اكتر نسخة مناسبة ليك واختارها. اما بالنسبة لوجهة نظري وفي عجالة، نسخة الاي دي تي، ودي اكتر النسخ فوحانا وخصوصا في اول ساعتين. كمان هي اكتر النسخ اللي هتقدر تستخدمها وبكل اريحية في نهار الصيف في وطننا العربي. كمان هي اكتر النسخ اللي هتقدر تستخدمها في اي وقت وفي كل مكان وعلى اي لبس. اما بالنسبة لنسخة الاودو بارفام فهي النسخة الاكثر توازنا في كل شيء. واخيرا النسخة البارفام هي النسخة الاكثر ثباتا والاكثر نضجا ووقارا. بس كده، ولحد هنا هنكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اشوفكم على خير في الحلقات الجاية. سلام.